أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة بايثون بالعربي. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي نضيف دوال داخل الفئات. تعال نكمل على المثال اللي خدناه في الفيديو السابق. عشان اللي محضرش الفيديو السابق هشرح كده على السريع بس لازم يسمعه. احنا دلوقتي عملنا كلاس يمثل العربية، بياخد 4 معلومات، وهي الماركة والموديل والسنة والسعر بتاعها. احنا زودنا السعر، تمام. وبعدين بيخزنهم داخل الكائن ده، يعني ناخد البراند وخزنه جوه الكائن اللي هو سيلف دوت براند، تمام. وهكذا كل الصفات اللي عندي دي، تمام. تعالى بقى نشوفه النهارده ازاي نعمل الدوال داخل الكلاس. النهارده هنعمل دالة وهي تقييم العربية. بنقيمها بناء على شرطين: أول حاجة السنة والسعر بتاعها. عملت دالة، عرفت دالة اهوت وسميتها ريد كار، وبعدين حطيت جواها سيلف، وبعدين اف لو السيلف دوت يير اكبر من او يساوي 2023 اند و سيلف دوت برايس اكبر من او يساوي المليون. يعني لو السنة اكبر من او يساوي 2023 والسعر يكون اكبر من او يساوي المليون، ارجع لي اللي هي لاكشري 5 نجوم، تمام. واذا لو السيلف دوت يير اكبر من او يساوي 2020 اند البرايس اكبر من او يساوي 500,000، يرجع لي اللي هي ايه، فيري جود و4 نجوم، تمام. واذا لو برضو السنة اكبر من او يساوي 2015 والسعر اكبر من 200,000، يرجع لي اللي هي جود و3 نجوم. غير ذلك والا يقول لي فيري اولد، قديمة اوي، تمام. وطلع لي ايه، نجمة واحدة. وبعدين عملت دالة تانية تعرض لي السعر، تمام. وبرضه رجعت لي the price of this car is، وبعدين حطيتها جوه فورمات self dot price والسعر بتاعها، تمام. تعال نشوف الكائن بقى، ديت الفئة. تعال نشوف الكائن برضه. اقول له من الملف كار استدعي لي الكلاس اللي هو كار، تمام. والعربية واحد اقول له كار، وبعدين الماركة بتاعتها تويوتا، والموديل كورولا، والسنة 2022، والسعر بتاعها 600,000. عايز أعمل شوية حاجات عليها، أقول له برنت العربية الأولى دوت براند، وبعدين برضو العربية الأولى دوت موديل، وبعدين أقول له اطبع لي العربية الأولى دوت ريد كار، وبرضو عايزين نشوفه تقييم العربية، وبعدين برنت كار واحد دوت، عايزين نشوفه السعر بتاعها، تمام. العربية رقم 2 الماركة بتاعتها مرسيدس، والموديل اس كلاس، وبعدين السنة بتاعتها 2024، السعر بتاعها 2,200,000. وبعدين برنت العربية التانية، عايزين نشوفوا البراند بتاعها، والعربية التانية برضه عايزين نشوفوا الموديل، وبعدين برنت العربية التانية عايزين نشوفوا التقييم بتاعها، وبعدين العربية التانية عايزين نشوفوا السعر بتاعها. لو أنا جيت رنيت الكود بتاعنا كده اهوت، شوف طبع لي ماركة العربية الأولى قال لي تويوتا، والموديل بتاعها قال لي كورولا، وبعدين الريت التقييم بتاعها قال لي فيري جود و4 نجوم، تمام. ليه بقى؟ عشان السنة أقل من 2023 والسعر أقل من مليون، تمام. عشان كده طلع لي إيه، فيري جود. وبعدين السعر بتاعها قال لي 600,000، تمام. العربية التانية قال لي الماركة بتاعتها أو البراند قال لي مرسيدس، وبعدين الموديل قال لي اس كلاس، وبعدين قال لي التقييم بتاعها لاكشر فخم، وبداني كام نجمة، 5 نجوم. وبعدين قال لي سعر العربية هو 2,200,000. وبكده نكون عرفنا يعني ايه الدوال في الفئات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.